السلام عليكم. اليوم شرحنا عن الجهاز الجديد من شركة أوبو واللي هو أوبو A6X. من أهم مميزات جهاز أوبو A6X AI Future دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكاميرا. أول ميزة موجودة بالذكاء الاصطناعي بجهاز أوبو A6X، إذا جيت اليوم أخذ الصورة وصار بها انعكاسات راح تدخل على تحرير، تروح على محرر الذكاء الاصطناعي، تروح على إزالة الانعكاسات. عن طريق الذكاء الاصطناعي راح تقدر تحذف كل هاي الانعكاسات اللي موجودة. مثل ما تشوفون حددها عن طريق الذكاء الاصطناعي، صارت الصورة أحلى من قبل. ميزة الذكاء الاصطناعي الثانية اللي راح تخليك محترف بالتصوير. اليوم انت إذا جيت أخذ الصورة ما عجبتك أو الزاوية ما عجبتك، ايش راح تسوي؟ تدخل على تحرير، تروح على محرر الذكاء الاصطناعي، تسوي إعادة الإنشاء بالذكاء الاصطناعي. شنو الفكرة من عنده؟ راح ينطيك أفضل زاوية أو أفضل لقطة بالتصوير، وبنفس الوقت ينطيك مجسمات أو زوايا أنت حسب اللي تفضلها. والميزة الثانية اللي هي تنطيك فلتر على حسب أجواء الصورة اللي موجودة، فراح تكون هنا الصورة أكثر احترافية من قبل. الميزة الثالثة من مميزات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة بجهاز أوبو A6X، اليوم انت طلعت أخذ الصورة، حبيت الصورة بس راح يكون اكو فد خلل بسيط، الناس موجودة وياك بكل سهولة من خلال جهاز الأوبو A6X تروح على محرر الذكاء الاصطناعي وأداة المحو بالذكاء الاصطناعي. شنو اللي راح يسوي عندك؟ تروح على إزالة الأشخاص، تنتظر شوية، راح يحدد كل الأشخاص اللي موجودين بالصورة مع عداية طبعا، تروح على إزالة الكل. مثل ما تشوفون طلعت أنا وحدي بالصورة، وهذا الفرق. الميزة الرابعة من مميزات الذكاء الاصطناعي، اليوم إذا جيت مثلا أخذ الصورة وفد شغلة واحدة مثلا ما عجبتك، مثلا هذا الجلاس أنا أريد أمسحه، تروح على أداة المحو من الذكاء الاصطناعي، تروح تقرب على الجلاس، حدده تحديد بسيط مباشرة عن طريق الذكاء الاصطناعي، راح يتعرف على شنو أنت تريد تحذف. شنو اللي راح يسوي؟ راح يحذف عن طريق الذكاء الاصطناعي. لا نجي اليوم نشوف مقارنة. الميزة الخامسة من مميزات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة بجهاز أوبو A6X اللي هي أنت إذا جيت اليوم مثلا أخذ الصورة ما طلعت واضحة، مثل ما تشوفون هنا حاليا الأرقام ما واضحة، فلا تدير بال ويا هذا الجهاز، تروح على تحرير محرر الذكاء الاصطناعي، تروح على تحسين الوضوح. شنو الفكرة من عندها؟ راح يحول لك الصورة من جودة الطبيعية، يحولها إلى دقة 4K، أي بمعنى مثل ما تشوفون انتظروا ثواني اللي راح يسوي. مثل ما تشوفون صار عندكم الأرقام كلها مبينة عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي موجود بهذا الجهاز. واخير شيء ويا جهاز اوبو A6X ما راح تخلص ميزات الذكاء الاصطناعي. مثل ما تشوفون عندكم كل ادوات التعديل على الصور، بنفس الوقت باقي الميزات من الذكاء الاصطناعي يدعم اكثر من 10 مميزات بالذكاء الاصطناعي، كل هذا وبسعر اقل من 200,000.